اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي أحلى وأجمل متابعين. بحبكم جدا في الله. بشكر جدا كل اللي بيتابعني من جوه مصر أو من بره مصر. بشكركم جدا جدا على كومنتاتكم وتعليقاتكم ولايكاتكم اللي زي القمر. هنسمي الله كده، ومعايا كده حتة فرخة جميلة مقلوظة كده بقى. عايزين نعمل النهارده بقى غدا مختلف وحلو وسريع ومشوي وحاجات من دي بقى. مش هنعمل بقى قوطه ولا مسبك ولا اي حاجه. تمام كده. هنسمي الله وناخد الفرخه بتاعتنا القمر دي ونقطعها كده ايه، علشان خاطر هنعمل لها احلى تتبيله ونحطها على طول في الشوايه. تمام كده. هنجيب بقى الوراك زي ما انتم شايفين كده، قطعناهم 2. كل ورك كده هنفتحه بالطريقه دي علشان خاطر التتبيله كده تخش جوه العظم وما بين الجلد وايه، تديني بقى طعم حلو قوي. يعني عايزه اقول لكم الفرخه دي يا جماعه لو عملتيها بالطريقه دي انسي ان انت تاكليها من بره تاني. يعني عايزه اقول لك الاكل بتاع بره ده مش حلو جدا. ويعني عايزه اقول لك بيبقى يعني ممكن تجيبيه ناقص توابل كتير ومش حلو ومش مستوي كمان. لكن احنا النهارده هنعملها دايبه. عايزه اقول لك هناخدها على الشوايه، هنشويها هنشغل الفرن وهنشغل الشوايه وهتبقى دايبه معانا وزي القمر. هنجيب برضو الصدر كده نقطعه 2. ناخد بقى الحته الزلموكه الحلوه دي نفتحها زي ما انتم شايفين كده، تبقى زي الفراخ المسحبه الجميله. بقالنا كتير جدا ما عملناش بقى مع بعض كده فراخ مشويه ولا كلام من ده. فقلنا بقى النهارده نغير كده في الاكل بتاعنا ونعمل كده اكل حلو كده، بما ان النهارده بقى الخميس. كل خميس وانتم طيبين، وكل جمعه وانتم طيبين باذن الله. نفتح بقى الفرخه بتاعتنا كده عشان تشرب من التتبيله كويس، وناخدها بقى نغسلها كده غسله كويسه تحت الحنفيه. واهم حاجه بقى معايا نغسلها كده بالليمون وبالملح كويس جدا لحد ما تضيع ريحه الزفاره نهائي. هنجيب بقى في البوله دي معايا ايه، معايا بقى طماطم، معايا بصل، معايا ليمون، معايا حبهان، معايا ورق لوري، معايا كمان نص كده قرن فلفل بارد بقى سبايسي زي ما انت عايزه. هننزل بكل الكلام الجميل ده كله كده في الخلاط، ونحط كده معلقتين من الميه يجروا معانا الخلاط. تمام كده. هنفرم بقى الخلطه الجهنميه الجميله القمر دي في الخلاط كده. عايزه اقول لك ريحتها كانت تحفه. هنضربها كويس جدا لحد ما تنعم معايا، وبعد ما هنضربها كويس هنصفيها. ده كده انا حطيت فص من التوم كنت ناسياه. بقول لكم بصوا التوم معايا زي الشمع معايا من ساعه ما فرسته من السنه اللي فاتت، زي ما هو كده في الفريزر زي القمر زيكم كده بالظبط. هنيجي بقى بعد ما صفينا الخلطه بتاعتنا بقى، بعد ما ضربناها ضربه كويسه، هنحط بقى البهارات بتاعتنا. معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الكركم، معلقه من الكاري، معلقه من السبع بهارات. هنحط توم باودر وحطي بصل باودر، وهنظبط بقى الكلام ده كله. معلقه كده حلوه من البابريكا. تمام. كل البهارات الجميله دي، والمعلقه بقى الصغنونه دي نص معلقه من بودره الزعفران لو موجوده عندك. مش موجوده الكركم هيقوم بالمهمه، مش ضروري جدا، بس هي بتعزز لي لون الفراخ كده وبتديها لون حلو قوي. يعني ربع معلقه او نص معلقه من بودره الزعفران. وهنحط بقى معلقتين 3 من الزيت. وكان عندي كده روزماري مجفف. تمام. هنحط منه كده، نفرم منه حبه ونحطهم. عايزه اقول لك بقى، وما تنسيش كمان معلقه من الزعتر المجفف لو عندك. عايزه اقول ولو كمان زعتر فريش هيبقى جميل جدا. وعايزه اقول لك بقى دوقي بقى جمال وريحه وطعم التتبيله الخطيره دي. والله يا جماعه طعمها حلو جدا. وكمان ممكن تفرزيها كده، يعني ممكن تتبليها وتحطيها كده في كيس في الفريزر، هتبقى معاكي حلوه. تطلعيها تشويها على طول. ممكن التتبيله دي تنفع للاجنحه، للوراك، للدبابيس. يعني مش شرط فرخه كامله، تمشي معاكي في كله. وكمان ممكن كمان لحوم. هضيف هنا كمان معلقتين من الزبادي كنت هنساهم، هيطري لي كده انسجه الفراخ. وهو ده السر اللي هيخلي الفرخه معاكي تستوي من جوه وتبقى طريه جدا من بره. معلقتين الزبادي لو موجودين. مش موجودين تمام يا ستي الكل، امشي على المقادير ان شاء الله وعلى التتبيله دي هتبقى حلوه قوي قوي. هنجيب بقى السيخ بتاعنا او الشوايه بتاعتنا وندهنها دهنه من الزيت عشان الفراخ ما تلزقش معايا وهي في الفرن. تمام يا ست الكل. تمام. يلا بقى، فين اللايك لحد دلوقتي كده مشيتي معايا في الفيديو وما حطيتيش اللايك؟ ماشي يا ست الكل. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا كده في الشوايه، رصها زي ما انت عايزه. هنرصها بالشكل ده كده، وهنقوم بقى جايبين التتبيله دي كلها ونحطها على الفراخ من فوق وكمان من تحت، من قاع الصاج اللي انا حطاه من تحت، علشان البخار اللي هيطلع هيسوي معايا الفراخ يبقى متبل وطعمه جميل جدا. هنجيب برده معلقتين كده من الزيت ندهن وش الفراخ، هيديها لمعه وطراوه حلوه جدا. كل التكات والحاجات البسيطه دي بتفرق جدا جدا في الشوي عشان الفراخ ما تنشفش معاكي
وتقولي انا خدت الوصفه من عبير في المطبخ. لا والله، بس امشي على على المقادير دي والطريقه، ان شاء الله تطلع معاكي احلى فراخ مشويه في الدنيا. هندخلها بقى الفرن، هنولع الفرن من تحت الاول، وبعد حوالي تلت ساعه نص ساعه نولع الشوايه ونهدي النار خالص على الشوايه. تمام. هيديكي احلى فراخ مشويه وهتشوفي النتيجه معايا. هنيجي نعمل هنا حبه كده سلطه دقوس، حاجه كده على السريع وتمشي جدا مع المشويات ومع الرز الجميل اللي احنا هنعمله. حطينا بصل، حطينا حبيتين ثلاثه من الطماطم، حطينا حزمه من البقدونس، ناخد الاوراق بس بلاش العيدان، وهنحط حبه من الملح، شعرايه كده من الفلفل الاسود، حبه من الكمون. تمام، ظبطناها. وهنحط معلقتين ثلاثه من الخل. حلو. وهنحط معلقه صغيره جدا من الكزبره ومعلقتين ثلاثه من الخل ومعلقتين برضو من الزيت، وهنمسك الكلام ده كله نضربه في الكبه بتاعتنا. عايزه اقول لك هيبقى معانا سلطه في اقل من دقيقتين. انت واقفه كده في دقيقتين عملتي سلطه حلوه جدا، هتمشي مع مع الاكل اللي هنعمله النهارده. وصفه كده، وصفتين خفاف، يعني حاجه سريعه عملتيها، بما اني بقى في دروس ومدارس وكده، فالوقفه في المطبخ كتير مش مستحبه، ان احنا برضو بنعمل اكل حلو وما خدناش وقت. ادي السلطه جهزت معايا، ما خدتش اي وقت خالص. هنحطها بقى، جيت احطها في طبقين لقيتها هي جت في طبق واحد وكانت جميله جدا. حطينا بقى حاجه كده، عود كده من البقدونس بس كده يديها شكل ومنظر. هنيجي هنا معايا كوبايه من اللبن، حطيت عليهم معلقه من النشا، معلقتين من السكر، معلقه من الكريم شانتيه دي كده، ورفعناهم على النار. قلبنا الاول على البارد وبعد كده رفعناهم على النار. دي كده المهلبيه الكدابه او القشطه الكدابه اللي هنعمل بيها احلى صينيه كنافه. طبعا بقى وحشتنا الكنافه قوي، يعني بقالنا كتير قوي ما عملناهاش، فولادي بصراحه طلبوها. فروحنا بقى قلنا بقى النهارده بقى نعمل الحلو، كنافه سريعه وحلوه وخفيفه. وحشتنا بجد، يعني وحشتنا الكنافه والقطايف ورمضان. يلا ربنا يعيده علينا وعليكم يا رب بالخير دايما وبالفرح. هنمسك بقى الكنافه بتاعتنا دي، هي على فكره كانت طازه، ما كانتش في الفريزر، يعني لسه جايه حالا من عندي لسه يعني جايبينها حالا دلوقتي من عند اللي بيبيعوا الكنافه والقطايف والحاجات دي كلها. تمام. المهم يعني هي طازه، ما حطيتهاش في الفريزر، بس الاحسن تكون في الفريزر. حطينا بقى، سيحنا كده معلقه كوبايه من السمنه. الكنافه بتعشق السمنه، يعني غرقيها سمنه. معلش بقى، شكرا للدايت، يرتاح دلوقتي شويه. الناس اللي بتعمل دايت عذرا ليكوا بقى. هنجيب كوبايه من السمنه لان الكنافه بتحب السمنه جدا. وهنغرق كده الكنافه بتاعتنا بعد ما نفككها من بعض بقى. هنغرقها كده بالسمنه بتاعتنا، نغلفها كويس عشان ما تنشفش منك في الفرن. لو ما اديتيهاش السمنه بتاعتها كويس هتنشف منك في الفرن. هنجيب بقى المهلبيه بتاعتنا. اول حاجه دهنا الصينيه بتاعتنا زبده، حطينا رق من الكنافه، وحطينا القشطه بتاعتنا. هتقولي لي ايه اللي انت حطيتيه ده؟ كاكاو؟ لا، معلقتين من القرفه، بس انا عملت نصها بس عشان ولادي ما بيحبوهاش. عايزه اقول لك ودت الكنافه في حته تانية. حطي بس كده حبه قرفه كده في النص بدل المكسرات والكلام ده كله. انا بصراحه ما حبيتش اعملها بالمكسرات. وخلاص غلفنا بقى الوش من فوق، وحطينا بقى معلقتين ثلاثه على الوش كده سمنه عشان ما تنشفش. وبليت ايدي ميه وضغطت كده ضغطه كده على الصينيه، بحيث ان لو في حاجه مثلا تهبط وايه وتهدى معايا. هنيجي هنا الشربات، حطيت كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عصره ليمونه، وكيس من الفانيليا. ورفعت الشربات على النار على ما الكنافه بتاعتي تستوي في الفرن، يكون الشربات معايا 10 دقايق يكون جاهز. هنجيب هنا بصلايه مفرومه دبلناها، نزلنا بقى بالبهارات. بهاراتنا ايه؟ ورق لوري، عود من القرفه، مكعب مرق، كركم، كاري. تمام كده، حبه من السبع بهارات، فلفل اسمر. دي كده بهاراتنا اللي هنعمل بيها اجمل واحلى رز مطاعم او رز مبهر جميل جميل. عايزه اقول لكم طعمه تحفه. عايزه بقى تعملي الرز ده بالزيت بس، بالسمنه بس، ميكس كده سمنه على زيت، كله هيمشي وهيبقى طعمه حلو قوي. يعني البهارات دي عايزه اقول لك بتطعم الرز بطريقه رهيبه، وبتخلي كده المرقه بتاعته حلوه جدا. بس ما تنسيش مكعب من المرق. وهنحط كمان دي كده رشه من بودره الزعفران، هتعزز معايا اللون وتخليه جميل جدا. وشوحنا بقى الكلام ده كله كده. وما تنسيش ورق اللوري بيدي طعم حلو قوي. وهنقلب الكلام ده كله كده ونظبط الملح ونغطي على الرز بتاعنا لحد ايه ما يتشرب. شايفين بقى المرقه الجميله بتاعته؟ في الوقت ده كانت الكنافه خلاص جهزت معايا. قلنا بقى ندلع ولادنا كده اخر يوم بقى في الاسبوع. قلنا ندلعهم كده باكله دسمه حلوه وجميله. شايفين بقى جينا هنا الشربات بتاعي جهز. وانا كده الشربات بتاعي بيستوي على النار، حطيت فيه عود من القرفه بيدي طعم حلو قوي، وشعره برده من بودره الزعفران. هتقولي لي ايه حكايه بودره الزعفران النهارده معانا؟ اقول لك بتدي طعم حلو وبتدي لون جميل جدا. يعني عايزه اقول لك هتدي لون للكنافه دلوقتي في منتهى الجمال. وادي قلبنا الكنافه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن وسقيناها بالشربات. ولا اجمل من كده، يعني بصي صينيه ولا اجمل حلواني، اللهم بارك.
شايفين بقى خلاص كده كانت الفراخ معايا استوت وطلعت من الفرن، تقريبا قعدت من ساعة ونص لساعتين على نار هادية كده عشان تستوي من جوه. جيت كده افتح عليها الشبكة، بس بحاول اسلكها عشان الجلد طبعا اكيد لازق وكده، فحاولت اسلكها. شايفين بقى القمر والجمال، عايزه اقولك والله احلى من الجاهزة في الشكل وفي الطعم بكتير جدا. هنجيب بقى نفك بقى الحصار اللي عليها ده، ونحطها كده ايه في صينية كده، ونغلفها بورق الفويل عشان نعمل ايه. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه، بس هنسلك الفراخ الاول يا جماعه. بصوا انا بحاول اسلكها عشان سخنه جدا وما تتقطعش معايا. شايفين الشكل واللون، عايزه اقول لك ريحتها كانت قلبة الدنيا، ومستويه ومهريه ودايبه خالص. يعني مش اللي هي بقى الفراخ المشويه اللي هتلاقيها مثلا لا قدر الله نيه من جوه ولا حاجه، لا زي القمر. هنجيب بقى فحمايه كده ونحط عليها نقطتين زيت، ونسيبها كده تفحفح كده وتاخد من ريحه الفحم، ونغطي عليها ونسيبها حوالي 5 دقايق. خلاص كده رفعنا بقى من عليها الغطا زي ما انتم شايفين، بعد حوالي 5 دقايق، 3 4 دقايق، 5 دقايق مش كتير كده يعني، ما خدتش وقت معايا كده في الفحم. هنيجي بقى خلاص الرز استوى وخلاص هنغرفه كده وهو كله سخن في سخن، والحمد لله. عايزه اقول لكم الغدا ما خدش مني وقت، هو بس كل الحكايه ان الفراخ خدت بس ايه وقت شويه معايا في الفرن، لان عايزه اسويها كويس جدا. هنعمل بقى نحط كده الرز بتاعنا نقدمه في الطبق، ونشيل بقى لو ورق لوري، لو عود حبهان، لو اي حاجه حطها شيليها من الرز، عشان كده ما تجيش تحت ضرس حد وهو بياكل فيدعي علينا يعني. لا ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. وهنحط بقى الرز بتاعنا وعليها الفراخ المشويه، ونحط بقى شويه حركات وشويه بقدونس، شويه خضره. لو عايزه تخلي الطبق كله من تحت كده خضره وترصي الفراخ في طبق لوحديها هتبقى حلوه قوي. وادي النهارده يا ستي غدانا بسيط، حبه سلطه دقوس، حبه سلطه زبادي بالخيار حلوه خفيفه كده. وادي كمان الكنافه، استنوا كده بقى اما نطلع قطعه منها. عايزه اقول لك كنافه، انا سبت الاكل وكلت كنافه من كتر جمالها. شايفين بقى جمالها من جوه كده، والعسل كده بينز ويلز منها، حاجه كده قمر. الكنافه النهارده بتاعتنا جميله جميله جميله، عايزه اقول لك طعمها حلو، وفكرتنا كده بقى بايام رمضان وحاجه حلوه جميله كده عملناها برده، ما خدتش وقت واقتصاديه برده. بدوق لكم الفراخ، بصوا استنوا هدوقها لكم يا جماعه، استنوا هدوقها لكم كده. بصوا دايبه، بتتقطع لوحدها دايبه، يعني مش معنى ان هي مشويه يعني تبقى نيه، لا، ما ملهاش علاقه خالص. كمان هناخد قطعه كده من الكنافه. والله يا جماعه طعمها حلو قوي الفراخ، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. ولو ما عندكيش السيخ دوت، حطيها رصيها في صينيه وغطيها بورق فويل، وحطيها في الفرن ربع ساعه، وبعد كده شيلي الورق الفويل وشغلي عليها الشوايه هتبقى جميله. بصوا بقى يا جماعه القرفه، عايزه اقول لك حلوه قوي، بس الجماعه اللي ما بيحبوش القرفه بلاش يحطوها، يستكفوا بالقشطه الكدابه بس. وادي سفرتنا النهارده جميله وحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله. اشوفكم في فيديو جديد احلى واجمل متابعين.